أفريقيا دي هتكون للتاريخ، وممكن تكون النسخة الأفضل من حيث المنافسة، وخصوصا من حيث النجوم. يا ريت 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 عمري ما حبيت. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على سيدنا محمد واشترك لي بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. أفريقيا السنة دي هتكون الأصعب، وهتكلم عن أهم النجوم المشاركة، وهنتكلم عن كام معلومة عن المنتخبات المشاركة والمنتخب المرشح للبطولة. النجوم اللي هيلعبوا في أفريقيا: سفيان مرابط المغربي وبيلعب في نادي مانشستر يونايتد، وتم اختياره في التشكيلة الأفضل في كأس العالم 2022، ودي حاجة عمرها ما حصلت قبل كده. وعندك واحد من أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية حتى الآن، اللاعب الغيني سيرجيو جيراسي، بيلعب في ألمانيا لنادي شتوتجارت. بعيدا عن هالاند وإمبابي، مين أغلى مهاجم قيمة سوقية؟ فيكتور أوسومين الأفريقي النيجيري، وأفضلهم في العالم. وكمان عندنا أفضل جناح يمين في العالم، محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي حتى الآن، ومحطم الأرقام القياسية في إنجلترا مع نادي ليفربول. وده غير رياض محرز اللي بيلعب في نادي الأهلي السعودي. وكمان عندك ساديو ماني اللي بيلعب جنب كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي. دلوقتي هديك كام معلومة عن المنتخبات المشاركة في أفريقيا والمرشح الأول للبطولة، ومنتخب مصر هيعاني ازاي عشان يكسب البطولة، وعشان تعرف ان افريقيا اتغيرت عن زمان خالص. بسم الله. البداية هتكون من المغرب، المرشح الأول للبطولة. أسود الأطلس اللي عندهم استقرار فني مع مدرب شاب طموح أثبت جودته، وليد الركراكي. ولاعبين كمان مسمعين في أوروبا مثل يوسف النصيري، أحسن مهاجم في أوروبا كلها، طلع البرتغال من كأس العالم. والزلزولي جناح برشلونة من كام شهر. وأشرف حكيمي اللي مش محتاج كلام، أفضل ظهير أيمن في العالم كله. والناحية الثانية اللاعب مزراوي بيلعب في بايرن ميونخ، ونايف إكرد بيلعب في ويست هام. وأسماء مثل سليم ملاح بيلعب في فالنسيا، والساحر إنوحي بيلعب في مارسيليا. منتخب كل نجوم، وعشان كده هو المرشح الأول إنه ياخد البطولة. عندهم أمال كبيرة يكسروا العقدة ويرجعوا يشيلوا البطولة بعد 50 سنة تقريبا. ونيجي هنا لفريق الجزائر، طالع من إحباط كبير آخر بطولة، واشكوك وتخبط طال جهاز المدرب جمال بالماضي، لكن اكيد ده صعب انه يستمر كتير. بنتكلم عن منتخب فيه رياض محرز ومهاجم سفاح زي بغداد، وثلاث أظهرة ليهم أسمائهم في أوروبا هجوميين أحسن من بعض. بن سبعيني من بروسيا دورتموند، عطال من وينز، ونوري من ويلفرهامبتون، وعودة سمعة بن ناصر من الإصابة. تركيز جديد مع طموحات جديدة كالعادة مرشحين. نيجي لتونس، المنتخب اللي عايز يرجع قوي من تاني ويعيد أمجاد 2004 من بعد فترة فيها فقر في النتائج ومشاكل كثيرة مع اتحاد الكورة والجهاز الفني. لكن في ملامح تشكيلة جديدة بدأت تبين فريق قوي، وممكن يكون الحصان الأسود. عندك العيدوني وإلياس سخيري وإلياس عاشور الجناح، مع باقي اللاعيبة المحلية واللاعيبة اللي بالدوريات العربية، وأبرزهم علي معلول ومساكني ومرياح. فريق ممكن يكون مفاجأة. ونيجي لمنتخب مصر الوطني، حبيبتي يا مصر، اللي فيه تفاؤل نوعا ما طول ما المدرب بيكسب، والتفاؤل بيه واقعي أكتر بعد الخسارة من تونس في مباراة ودية. المنتخب المتسلح بأحسن لاعب أفريقي في العالم محمد صلاح، مهاجم نينت الفرنسي مصطفى محمد اللي مكسر الدنيا في الدوري الفرنسي وبيسجل فاولات بطريقة رائعة، واللاعب عمر مرموش لاعب فرانكفورت. أنا مش عارف ايه اللي جاب بتاع الروبابيكي ولا بتاع الصابون السائل ده، استغفر الله العظيم، اللي عليه بعض الآمال برضه. ولاعيبة اللي وصلوا للنهائي مرتين زي النني وتريزيجيه، مع لعيبة محلية اللي أثبتت نفسها بجدارة وأداء عالي في الدوري أو البطولات الدولية. طبعا الشناوي حارس المنتخب والنادي الأهلي، وعبد المنعم أعلى قيمة سوقية في القارة كلها. وكمان ما ننساش حجازي بيلعب في الدوري السعودي، زيزو وفتوح لعيبة الزمالك طبعا ما نقدرش ننساهم، وكهربا طبعا وإمام عاشور ونجوم كتير. مصر داخل البطولة وأكيد هي مش المرشح الأول ليها، ويمكن ده شيء إيجابي، لأن منتخب مصر في كل المرات اللي كسب فيها البطولة ما كانش هو المرشح الأول ليها. مين عارف، يمكن النجمة السمراء اللي عاندت صلاح مرتين في النهائي تبتسم ليه بطريقة ما. وهنا نيجي للمنتخب اللي حرم المصريين من المونديال ومن أفريقيا، السنغال.
السنغال بتعيش أيام سعيدة مع جيل ذهبي، ليها فترة إيجابية استقرار مع المدرب، ووفر في أسماء اللاعبين على رأسهم ساديو ماني وكولوبالي ومندي وإدريس أجاييه. فريق محترم ومتوقع أنه ياخذ البطولة. ومن الأسود إلى الأفيال كودوفوار مليانة أسماء كتير، سينغاري وكيسيوس وهيرار وكيلينييك وأسماء كتيرة ممكن يكون من المرشحين. ونيجي الغانا عندهم إنياكي ويليامز، وعندهم أويو ونجم الفريق محمد قدوس من نادي ويست هام واللي عليه آمال كبيرة لتحقيق البطولة. ونيجي لنيجيريا متسلحين بهجوم خرافي، عندهم طبعا فوكتور أوسومين وفوكتور أونوفيس اللي مكسر الدنيا في باير ليفركوزن مع كتيبة تشابي ألونسو، فريق ليه هجوم قوي. طبعا أوسومين أحسن لاعب في أفريقيا السنة دي و100% من ضمن المرشحين. وكمان منتخب مالي. ليه منتخب مالي؟ لأنه منتخب قدم أداء طيب جدا في آخر نسخة. عنده بسومة واحد من أفضل لاعبي العالم، نجم نجوم نادي توتنهام، وعنده عمرو بيتيه لاعب كريستال بالاس، ومريبا وديانج لاعب الأهلي لاعب خط الوسط. مالي مرشح وممكن يكون حصان أسود ويعمل مفاجأة في البطولة. في فرق تانية ما عندهمش نجوم كتير بس عندهم فرصة بظهور مشرف بنجومهم القليلين، بوركينا فاسو وغينيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية والجيبون. أنا متحمس كتير لأمم أفريقيا اللي جاية، هتكون بطولة صعبة جدا ونجومها كتير، ونتمنى للمنتخب المصري إنه هو يتوج بالبطولة. وكمان نفسنا كلنا نشوف صلاح وهو رافع الكاس، ربنا يكرمه لأنه هو أيقونة مصرية عظيمة، ويا رب يتوج مجهوده مع مصر بالكاس. اكتبوا لي توقعاتكم ومين هياخد البطولة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.